السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من المحارب، والتي سوف نتكلم فيها بحول الله تعالى عن عصابة تتاجر في مادة الكوكايين وتتاجر بالقصر بالمينورات، تخدم بالمينورات ويخدموا الكوكايين. هذه العصابة تتكون من 4 أشخاص. هذه العصابة راهم يمارسوا في هذه الممارسات في بلدية زيرالدا، بالضبط عند طيرة. وين جاية طيرة؟ الرومبوا تاع الكومبلكس. وتهبطوا، راكم هابطين للكومبلكس يا السلطات الأمنية الجزائرية، البياري، البيار بي، السيتياري، الدي اس او الاساسي اللي عندنا ثقه فيكم، وكيل الجمهوريه لدى محكمه شراقه. انظر ماذا يجري في بلديه زيرالدا عند طيره، الرومبوا تاع الكومبلكس. راكم هابطين على يديكم اليسرى، راهم كاين ثماك لي باتيمون مور، لي باتيمون كاين لي فيلا، هذوك لي فيلا فيهم لي ستوديو. عندنا انسان يقولوا له اسماعيل زراري، مجرم خطير ولديه الكثير من السوابق العدلية، الاختطافات، المخدرات، الدبزة، المشاكل، التعدي على الأصول، وخلي مباسي حياته قاع حبس. هذا اسماعيل زراري معروف. هذا اسماعيل زراري في طيرة، هاي البلاصة اللي راهو ينشط في هذا النشاط فيها. هذه هي البلاصة طيرة. هنا داخل الاستوديو، هنا وراو الكراج الابيض. هذا الكراج الابيض يطلع الكتريك، ها هو هنا يطلع، ها هو هنا الكراج الابيض، ها قدام الباطيمات. ايوا ها هو هنا، ها ملي باتيمو هذو، وها راه الكراج الابيض. هذه الدخلة تاع اسماعيل زراري، نعم، بصح الدخلة تاعو ماشي هي اللي عاود يخرج منها وكي يطيحوا عليه الدرك الوطني، ماشي هي اللي يهرب منها، عنده دخلة موراها. من هي دخلة؟ من هي جاية؟ ها هي وين الدخلة الخرجة اللي يهرب منها. نتوما كي تطيحوا عليه ما تلقاوهش، ما عندوش هذيك الخرجة. كاين واحد الكولوار ينقزوا منه، كي ينقزوا منه يخرجوا في هذه الخرجة. ها وين باب صغير يصوتوا منه يخرجوا. ها خادم خدمة نقية هو. ها وين دوك نعطيكم بلي ديتاي. هذا اسماعيل زراري وراه. ايوا هكا طفلة كتصور لي خايفة هنا برك، ماشي طفلة. إلا كانت طفلة أنا نقول طفل، إلا كانت طفل أنا نقول طفلة، وإلا كانت طفلة نقول طفل. مصادر تموت وما تجبد. هذه هي الخرجة لم يخرجوا منها الجدرمية، هم يحشوها لكم من يصوتوا. من هي يعني الخطرة الجاية كي تحبوا تطيحوا على اسماعيل زراري اللي راهو يخدم في الكوكايين تاع كريم مكيد ويوسف فينايلي والحماني، يسكنوا في القرية هذو، راهم باينين. هاني نظل نتكلم عليهم. والمينورات راهو يجيبهم الحماني، يجيب له 4 مينورات، 5 مينورات، 6 مينورات، يحطهم له ثم وكارين لهم لي ستوديو عن طيرة ويخدموا بالمينورات الجزائريات. ولاد مانيش عارف شحال نهضر. بناتنا، نعم معليش، ولادنا، عفوا قلت لكم ولادنا، بناتنا، هذه الفتيات اللي راهم يتعرضوا لهذا واسمه لهذا العمل، ويتجبروهم باش يديروا هذو الصوالح، يدخلوهم في الادمان. انا هاو سبب حقدي على الناس اللي راهم يتاجروا في المخدرات. يدخلك للادمان، يدخلوا بنات الناس للادمان، يحشي لها، يبلعطها، يدراقيها، يبعثوا لها جان مسخر بطوموبيل، يحشي لها، يدراقيها، يديها، يرجعها مدمنه، من بعد يولي يخدم بها، ويزيدوا يخدموا الكوكايين. هذا اسماعيل زراري التصويره تاعو الله غالب، ما قدرتش نتحصل عليها. اللي معاه عندي تصاورهم، اللي يخدموا معاه هذه الخدمه عندي تصاورهم. الاول كريم
مكيد اللي هو هذا هو هنا، يجيبوا له الكوكايين والحماني. هذا يوسف فينايلي اللي قبله كريم مكيد. الحماني هو اللي يجيب له المينورات، هو هنا. خطره يجيبهم من الفوكه، خطره من البوسماعين، والعياذ بالله. المفيد هذيك البلاصه راهي معروفه بالدعاره. تحياتنا للسلطات الامنيه، عندنا ثقه فيكم. تحيه الجزائر. ما رانيش حابس، ما رانيش راح نتوقف حتى نحطمكم تحطيم تام باذن الله تعالى. تحيه الجزائر. سلام عليكم.